السلام عليكم، ازيكم حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فطارنا النهارده جميل جدا، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصلايه كبيره وطماطمتين كده، وهنحط عليهم معلقه ملح كده صغيره، وهضربهم في الكبه ونحطهم في مصفى ونصفيهم كويس من الميه اللي بتكون فيها كويس جدا. انا عايزه بس تفل البصل والطماطم. هحط هنا نص كيلو لحمه مفرومه، وعليها تفل البصل اللي انا ضربته في الكبه. دي بقى ربطه كزبره، وعليها شويه يعني، وخدت ورقتين كده بقدونس. احنا عايزين الورق بس، تحطي الورق مش العيدان، وتضربيهم كويس في الكبه، وناخد بس ونعصرهم كويس جدا من الميه. انا مش عايزه اي ميه خالص، ولا في البصل ولا في الطماطم ولا في الخضار. تمام. وبعد كده فرمت حته دهن كده في الكبه، وافرميها وهي متجمده، هتتفرم معاكي، هتبقى عامله زي البودر. وبعد كده حطيت ملح وبهارات كفته، وحطيت بهارات لحمه، وحطيت فلفل اسمر، بس كده. وعجنتهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده ضربتهم ضربه واحده في الكبه، عشان الانسجه كلها تدخل في بعض كده، وما تفكش مننا على السيخ. وعملت الكميه كلها وغطيتها بقى، وحطها في التلاجة لمده نص ساعه. تعالوا نعمل المشروب النهارده ونفتكر ايام زمان. انا لقيت عندي يا بنات في الفريزر شويه قراصيا وشويه مشمشيه، كنت فرحانه جدا. قلت هعمل معاكم النهارده بقى مشروب. قطعت كده المشمشيه، وحطيت كام واحده قراصيا كده، وهنقعهم بقى في ميه عاديه من الحنفيه. وكسرت بقى شويه بلح وهنقعه بقى. وقبل المغرب كده هقول لكم هنعمل ايه. نعمل المشروب بتاع زمان، فاكرينه؟ جبت بقى ميه الطماطم اللي انا عصرت منها، اللي احنا عصرناها مع بعض، وحطيت عليها معلقه بابريكا وشويه زيت. والعصيان دي انا نقعتها في ميه سخنه لمده نص ساعه. ونبل ايدينا كده بقى ونصبحها. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو، ما تنسينيش بقى تدعميني بلايك، علشان يوصلك كل فيديوهاتي بجد يا جماعة. كفتة الحاتي النهاردة عملناها بكل أسرارها ونفس الطعم، والله العظيم أقسم بالله ما هتفرقوها، ومش هتبطلوا أبدا تعملوها. بصوا ما شاء الله، النص كيلو عمل لي كمية حلوة قوي. هدخلها الفرن بقى على درجة حرارة 250، وهحطها في الرف اللي في النص، وهسيبها بقى لغاية ما تحمر من فوق ومن تحت. هنا بقى حطيت شوية زيت، ونزلت ببصلاية متقطعة، ونزلت بعد ما البصلاية دبلت نزلت بفلفل ألوان. وبعد كده نزلت بقى بالبهارات الصحيحة بتاعتي، اللي هي ليمون لومي، ونزلت كمان بعيدان قرفة، ونزلت كمان بورق لوري وحبهان. وعايزة تحطي مكعب مرقة حطي. وبعد كده بقى حطيت الملح بتاعي وظبطت كل حاجتي. ونزلت بالرز البسمتي وشوحته. الرز ده منقوع قبلها بنص ساعة. وكوباية الرز البسمتي يا بنات بتاخد كوبايتين مية أو شرب. وبعد كده زودت المية وسبته بقى يتشرب على جنب. وهنا الكفتة بعد ما استوت وطلعت وخطيرة وريحتها قلبت الدنيا، عملت لها كده حتة فحمية زي ما انتوا شفتوا، وغطيتها بقى. وتعالوا بقى نعمل المشروب. خلاص كده بلحت، يعني اتبل معايا بقى له فترة اهوت. وحطيت له بقى شوية جوز الهند وشوية سوداني وشوية زبيب، وقطعت موزتين. بيفكركوا بقى المشروب ده بأيام زمان بجد. كانت والدتي الله يرحمها لازم تعمله لنا كل يوم، ولازم كانت بتبله بمية، فقلت اعمله لولادي ويعني وافكرهم. بعد ما الرز استوى بقى وبقى حباية من بعد حباية، عملت برضو حركة الفحم دي، علشان خاطر بقى ايه بقى طعم الفحم ايه. مش عايزة اقول لكم، عايزة اقول لكم ان طعم الفحم في الكفتة اكنها مشوية على الفحم، بجد مفيش فرق. هنا بقى جربت الطحينة اللي انا عملتها معاكم، وعملنا بيها سلطة الطحينة. حطيت معلقة دقة من اللي احنا عملناها مع بعض، وكمان معلقتين خل، ونزلت بكوباية زبادي، وقلبتهم كويس. وبعد كده نزلت بالمية السخنة، وقلبتهم لغاية ما القوام اللي انا عايزاه. وبعد كده حطيتها في الاطباق، وحطيت عليها بابريكا. ودي سلطة خضراء. شايفين القوام بتاع الكفتة؟ شايفين منظر الكفتة؟ جوسي وخطيرة، طعمها خطير بجد. حتة الدهن دي بتفرق جدا في طعم الكفتة، وحركة الفحم بتفرق اكنك شويها على الفحم، خطيرة. وفرشت بقى كده بقدونس، وحطيت الكفتة، وانتوا شايفين. ومش عايزة اقول لكم طعمها، اقسم بالله يا جماعة طعمها خطير، والله العظيم طعمها جميل جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك.